انت بتدور على جهاز بسعر الاجهزه الاقتصاديه بس في نفس الوقت لا امكانياته ولا مميزاته تخليك تقول ان ده جهاز اقتصادي، صح؟ ابسطها لك. يعني انت بتدور على جهاز سعره قليل ويكون بعشر سعر اجهزه الفلاج شيب، صح؟ ابسطها لك. بص يا معلم، احنا هناخد الحلو من هنا على الحلو من هنا ونحطهم في الجهاز ده ونشوف ايه اللي هيطلع لنا. طبعا ازاي؟ طبعا انا بتكلم عن التكنو بوفا 5 برو، وفي كمان نسخه تانية اسمها تكنو بوفا 5 هنتكلم عنها هي كمان، فيها امكانيات كويسه برضو بس مش بتتحط كتير خالص. يلا من غير ما نضيع وقت كتير، انا احمد السيد والنهارده هنتكلم عن النسختين تكنو بوفا 5. هنبدأ بالتكنو بوفا 5 برو، وبالله عليك عايزك تقنعني ان ده تصميم جهاز بسعر اقل من $150. ازاي؟ انا مش فاهم. التصميم روش بطريقه غبيه وتحسه كده مستوحى من اجهزه الناسينج فون وجهاز الريد ماجيك برو 8 اس، وكمان خامات التصنيع جايه من البلاستيك بس مش بلاستيك رديء خالص، تحسه ان بلاستيك شبيه لملمس الازاز اصلا. انت عارف انت الليدات اللي ورا دي، الليدات دي بتنور وبتنور RGB كمان، اللي هو مش لون واحد شبه الناسينج فون اصلا. انا مش قادر اتخيل لحد دلوقتي ازاي هم عملوا كده بجهاز بالسعر ده. والله الشركه لو راميه فلوس في الارض مش هتعمل التصميم بالطريقه دي. الصراحه التصميم شكله جامد جدا يا جدعان، وكمان الوان الليد ده انت تقدر تعدلها براحتك، مثلا للرسائل للاشعارات لكل برنامج لوحده، حتى للالعاب لو جالك اشعار من لعبه ممكن تخلي لها لون معين يظهر في الظهر ده. انا عن نفسي افتقدت الكلام ده من ايام لمبه الاشعارات اللي كانت بتنزل في الاجهزه زمان لو فاكرين. النور ده كمان بيتغير لو انت بتشحن الجهاز او لو بتقتل حد في بابجي. يعني بص الجهاز ده مدعوم لبابجي اصلا، جهاز اقتصادي. كمان انا عايز اقول لك برضو ان المعالج اللي فيه جبار اللي لسه هنتكلم عنه قدام شويه كمان. فتقل بس عليا شويه كده، وما تنساش انك تكون لحد دلوقتي ما عملتش لايك. الجهاز بيجي بتصميم شارب وعريض شبه مثلا اجهزه الايفون، والغريب ان عندك سماعات ستيريو ومكان 3.5 مللي. ايه يا اخي الفجر ده؟ انا عايز اقول لك ان اجهزه شبه الاوبو رينو 10 برو والاونر 90 مفيش فيهم سماعات ستيريو اصلا، وبما ان عندك مكان 3.5 مللي فانت اصلا جاي لك في العلبه سماعات. يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ اللي هو ازاي الشركه دي عايشه كده اصلا؟ عندك من الشمال مكان السيم كارد، ومن اليمين زرار تعليق وخفض الصوت وزرار الباور واللي البصمه موجوده فيه، وانا الصراحه اصلا بحب البصمه اللي موجوده في زرار الباور. من فوق عندك السماعه الثانيه الستيريو، ومن تحت عندك السماعه الاساسيه ومنفذ الشاحن ومايك المكالمات ومكان 3.5 مللي. الشاشه بقى ونقطه جامده جدا برضو في الجهاز ده يا جدع، يعني هتعمل ايه يا وحش؟ هتعمل ايه لو قلت لك ان الشاشه اللي في الجهاز ده 120 هرتز؟ 120 هرتز في جهاز اقتصادي. وكمان شاشه عملاقه بحجم 6.8 انش. انا عايز اقول لك ان اكبر شاشه شفتها السنه دي هي شاشه الاوبو رينو 10 برو بلس اللي جايه بحجم 6.74 انش. بس طبعا في تضحيه اللي هو الشاشه مش اموليد، شاشه IPS، وانا الصراحه ما عنديش مشكله. انت طبعا مش هتاخد شاشه اموليد بنفس الفئه السعريه دي وهيديك كل الامكانيات دي، لازم الشركه تضحي في حاجه. الاموليد طبعا كانت هتديك اللون الاسود اسود قوي وغامق، بس دي طبعا هتتنور لك اللون الاسود. والصراحه في تجربه الفيديوهات انا ما عنديش مشكله معاها خالص، الشاشه كويسه جدا وماديه معاك. سطوعها كمان بيوصل ل 580 شمعه. انا عارف انه مش اعلى سطوع، بس لو انت جوه البيت مش هتحس بالكلام ده خالص. ابعاد 1080 في 2460 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 396 بكسل لكل انش. 396 بكسل ده رقم ممتاز، اعلى من اجهزه باعلى من سعره يمكن مره ونص. يعني جهاز شبه الاوبو رينو 10 والريلمي 11 برو بلس جايين بمعدل كثافه بكسلات 394 بكسل، ده 396 بكسل. فاللي هو تحس تفاصيل الشاشه شارب جدا والاجسام اللي معروضه فيها كويسه قوي، وكمان مع معدل ريفريش الشاشه العالي فانت هتحس ان كل حاجه بتجري كده. فالصراحه برضه انا شايف ان الشاشه دي من نقاط القوه في الجهاز ده، يعني 120 هرتز مع الارقام اللي قلناها دي كلها، لا دي حاجه جامده الصراحه. بس طبعا النوتش كبير، هو مش كبير قوي في نفس الاجهزه السعريه اللي بنشوفها كده. اذا في اجهزه لسه بتنزل لك بوتر دروب نوتش، بس هو كده يعتبر النوتش مش كبير على الفئه السعريه دي. وكمان استحواذ للواجهه الاماميه للجهاز هو 84.7%، فده رقم ممتاز الصراحه. خلاصه الكلام عن الشاشه ممتازه وهتقدم معاك في الاداء. ودلوقتي جينا نتكلم عن المعالج اللي هنا هو من شركه ميديا تك دايمنستي 6080، معالج بمعماريه 6 نانومتر مع معالج رسومي مالي G57. اهدى. المعالج ده عايز اقول لك انه بينافس
معالجات شبه معالجات كوالكوم سناب دراجون 768 جي، لا وكمان بيتفوق على المعالج السناب دراجون 765 جي. ايه ده؟ انا عايز اقول لك ان انا فضلت عايش مع جهاز سناب دراجون 730 جي وكان بيشغل معاه العاب عادي مستريح جدا، انما انك تقول لي ان الاداء ده نازل في جهاز اقتصادي فدي الصراحه حاجه عمري ما هصدقها اصلا. اي نعم مش هو المعالج اللي هيشغل لك بابجي على 90 فريم، بس في اجهزه فلاج شيب اصلا ما بتوصلكش 90 فريم في بابجي. وبما ان اتكلمنا عن بابجي، في اعدادات بابجي في الجهاز ده هي اتش دي وفريم ريت هاي، او بتتلعب على بالانسد وفريم ريت الترا. يعني عايز اقول لك مثلا الجهاز الوحيد اللي بيشغل بابجي 90 فريم في الفئه المتوسطه اصلا، فالمتوسطه العليا كمان، هو البوكو اف 5. فلو انت تقوم تتوضى وتصلي ركعتين شكر ان الجهاز ده بيشغل لك الاعدادات دي اساسا. زي ما قلنا المعالج جاي بمعماريه 6 نانومتر، فده توفير ممتاز في البطاريه. برضه في اجهزه في الفئه السعريه دي بتنزل بمعماريه 12 نانومتر. انت متخيل ازاي؟ الجهاز طبعا مبني على نظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهه HiOS 13 برضه اللي هي بتاعه تكنو دي. انا مش الصراحه ما اتعاملتش مع الواجهه دي قبل كده، بس اللي هو كل حاجه سموث، كل حاجه سايحه في بعضها وكل حاجه شغاله بسلاسه. وكخلاصه كلام عن الاداء فده اعلى اداء في سعر من الاخر كده. طب والكاميرات؟ والصراحه برضه مفاجاه، انا ما كنتش متخيل ان تكنو تهتم بيها بعد ما نزلت لك المواصفات دي كلها. اللي هو طبيعي ان هي تضحي بحاجات كده اساسيه، بس مش هتضحي للدرجه اللي في بالك اساسا. واول تضحيه جت في الكاميرات هو الكاميرا الالترا وايد. بعد كده مفيش تضحيات خالص. يعني الجهاز عندك نازل بكاميرتين، الاساسيه منهم 50 ميجا بكسل والتانيه تقريبا 1 ميجا بكسل، اللي هو ايه تديك احساس الدبس كده في البورتريه. الكاميرا الصراحه بتطلع صور ممتازه في الفئه السعريه دي، وكمان صور كويسه وشارب ودايناميك رينج عالي كمان، ومعالجه الالوان فيها كويسه، اللي هو صور هتنزل على السوشيال ميديا عادي جدا مش هتحتار فيها. اللي هو بص اللي هو ايه، محدش هيتخيل انك مصور بالجهاز ده في الفئه السعريه دي اصلا. لا وايه، عايز اقول لك ان الكاميرا الخلفيه بتصور 2K. انا اتصدمت كمان لما عرفت الحكايه دي. ده في اجهزه فئه متوسطه عليا اخرها 1080 بس، لا وايه كمان بيصور 2K على الكاميرا الاماميه. يعني خليني اقول لك كميه الانبهار، الاوبو رينو 10 برو بلس اللي نازل بسعر 32000 جنيه مؤمن اخره بيصور 1080، ده بيصور 2K. الكاميرا الاماميه هنا دقتها 16 ميجا بكسل، وزي ما قلنا بتصور 2K وبتطلع صور تقريبا ممتازه برضه، اللي هي برضه صور تنافس، مش اللي هي حاجه وحشه خالص. البطاريه كمان واللي احنا عارفين ان هي برضه هتطلع حاجه كويسه. يعني البطاريه هنا ساعتها 5000 ملي امبير، والمفاجاه كمان قوه شحن سريعه 68 واط اللي بتقدر تشحن الجهاز من 0 ل 50% تقريبا في 15 دقيقه بس. ومع المعالج اللي هيوفر في اداء البطاريه، فبالتالي البطاريه ده هتكمل معاك اليوم مستريح. الجهاز كمان نازل بنسختين من حيث مساحه التخزين والرام، 128 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام. السعر بقى للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام بيبدا من $170، اللي هو حوالي لو نزل مصر كده هيكون 7000 جنيه. فالصراحه انا شايف ان التكنو بوفا 5 برو صفقه ممتازه جدا في الفئه السعريه دي، اللي هو جهاز مش بيضحي بحاجات كتيره. يعني مثلا ممكن التضحيات اللي فيه تكون الشاشه IPS، دي حاجه مش هلومهم عليها اصلا، مفيش اجهزه في الفئه السعريه دي بتنزل اموليد. والحاجه الثانيه الكاميرا الترا وايد بس. فلو هتسالنا عن رايي ان انا انصحك بالجهاز ده، ايوه انصحك بيه جامد. تعالوا بقى نتكلم عن النسخه الاقل اللي هي البوفا 5، واللي هي الفروقات ما بينهم مش كبيره اصلا. يعني هو يعتبر الفرق اللي ما بينهم في الاداء اللي هو نازل بمعالج الهيليو جي 99، اللي هو ستيل برضه معالج كويس جدا في الفئه السعريه دي، يعني برضه اعلى اداء في سعره هنا. انما لسه الشاشه هياها والكاميرات برضه هياها، ولسه برضه شغال بسماعات ستيريو. والمفاجاه كمان ان البطاريه هنا اكبر. البطاريه اللي هنا في البوفا 5 هي بطاريه ساعتها 6000 ملي امبير بقدره شحن 45 واط. يا الهي، النسخه الصغيره اصلا نازله ببطاريه اكبر. لا وبسعر ايه، بيبدا من $150 او اقل كمان. فاللي هو الجهاز ده ممكن ينزل بسعر اقل من 6000 جنيه. الكاميرا الاماميه كمان هنا مش 16 ميجا بكسل، لا 8 ميجا بكسل. ودي كده كانت كل الفروقات اللي ما بينهم. طبعا الجهازين بيدعموا المستشعرات اللي احنا عارفينها شبه NFC والبلوتوث والراديو والكلام ده كله، ومستشعر التقارب، كل الكلام ده موجود. فانا من رايي انصحك بالجهازين دول جامد. وبس كده اكون انا خلصت. ما تنسانيش بقى من الشير، اللايك، والسبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي، وقول لي الفيديو الجاي عايزه يكون عن ايه. سلام.